اليابانية للتعاون الدولي مشروع إنشاء سفينة للبحث العلمي في مجال علوم البحار والثروات السمكية. مشروع سيكون جاهزا في أفق سنة 2021. خديجة زروال وعبد العلي عياد. البحث العلمي في مجال علوم البحار والصيد البحري يتعزز بهذه الاتفاقية، من خلالها تمنح الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قرضا للمغرب بمبلغ 467 مليون درهم لإنشاء سفينة متخصصة في أبحاث علوم البحار مزودة بآخر التكنولوجيا. Il va permettre de réaliser des campagnes dans les grandes profondeurs. ستمكن هذه السفينة من الغوص في أعماق البحار حتى مستوى 1500 متر، كما ستمكننا من القيام ببحوث علمية في مجال البحار والثروات السمكية، وأيضا ستعزز جهودنا في مجال الحد من التغيرات المناخية. Faire nos recherches dans le cadre de nos efforts de lutte contre le changement climatique. Le Maroc a absolument besoin. المغرب في حاجة إلى معلومات علمية حول وضعية البحار والمحيطات، وأيضا حول الثروات السمكية. Situation de l'océan, sur la situation des poissons. هذه السفينة ستمكن من تطوير المعرفة حول الثروات السمكية والنظام البيئي البحري، كما ستعزز قدرات الدعم العلمي لخدمة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري. هذه الآلية في إطار هذا التعاون المغربي الياباني غادي يزيد يمكننا من معرفة يعني الموارد ديالنا السمكية، من معرفة طبعا من أجل استغلالها استغلال الأمثل. في الآونة الأخيرة قمنا باستثمارات مهمة بالمغرب، وخاصة في هذا المجال الذي يعتبر هاما بالنسبة للمغرب. التعاون المغربي الياباني ساهم منذ سنوات في تطوير وإشعاع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، سواء في مجال البنية التحتية أو المختبرات أو سفن البحث أو المعدات العلمية.